بسم الله. شغال المايك. شغال. ليش؟ مرة كذا واحد جلس يتكلم بالله طلع على الميك. طيب قال لي عيد، قلت له والله ما عيد. طيب حلقة عن النعم. طبعا هذه من الحلقات المهمة. طيب لأن نعم الله تحيطنا من كل جانب. نبدأ. طيب دقيقة بس، في رسالة نشوف. توقع ايش؟ عساه خير ان شاء الله. رسبت بالاختبار. لا تقولها. يا ليت. لا. يا ليت. كمل باقة النت. الله المستعان، عانك الله. الله. ذكرنا بالمزوقين. المزوقين كيف يعيشوا حياتهم. مثلا يجي نهاية الشهر، سدد فاتورة الكهرباء، تجي فاتورة الماء، سدد فاتورة الماء، كمل الغاز، راح عبى الغاز، كمل النت، عبي النت، قرش تليجار. كل واحد يقطع الثاني. الله المستعان. طيب وتقول لي تزوج؟ ها؟ لا أنا صراحة أتزوج. قال الله عز وجل لتسكنوا لها. طيب سؤال قبل ما نبدأ كذا بالتصوير. لو أنت الآن بمكاني مثلا، كملت باقة النت عندك، إيش بتعمل؟ بالطبع سأقوم وأبادر مباشرة بتجديد الباقة، لأن الآن في هذا الزمان يعني كل شيء مرتبط بالإنترنت. اتصال، من أعمال، من دراسة، من كثير جدا من الأمور، لابد أن يكون الإنترنت جزء منها. يعني لابد تجدد، تدفع رسوم ولا لا؟ لابد. أي خدمة أو أي منتج أو أي سلعة لابد أن تدفع عليها مبلغ من المال حتى تحصل عليها، وربما أصلا إذا ما دفعت هذا المبلغ قد تسحب عليك الشريحة من قبل الشركة حسب سياساتهم. قد يعني أرشدوك إليها وأعطوك إياها في بداية إعطائك للشريحة أنه لابد أن تستمر على تجديد باقة الإنترنت. طيب ولله المثل الأعلى والأعظم والأقدس. في رسالة وصلت من الله عز وجل عن طريق جبريل تسلمها محمد عليه الصلاة والسلام وبلغنا إياها. هذه الرسالة قول الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والتأذن هنا كما قال المفسرين أنه أعلم إعلاما مؤكدا. هكذا باقة النعم، نعم الله علينا، إذا شكرت تعاظمت وتنامت، وإذا لم تشكر تلاشت ومحقت. فسؤال لي ولك، هل آمنا بهذه الرسالة الربانية مثل ما آمنا بتلك الرسالة التي وصلتنا عن طريق البشر؟ هل يعني أيقنا بالقواعد والسنن الإلهية كما أن نوقن ونعتقد بالقوانين واللوائح والإرشادات البشرية؟ هنا لابد أن نسأل أنفسنا. لهذا مشكلتنا أننا يعني نبصر أمور الدنيا لكن نتعامى عن أمور الآخرة. ندرك ونهتم بعلاقتنا مع البشر، بالمقابل يعني نتجاهل علاقتنا مع الله عز وجل. قال الربيع هنا وهو يتحدث عن هذه الآية: لئن شكرتم أي إنعامي، لأزيدنكم أي من فضلي ونعمي. طيب يا عبد العزيز، عفوا عن المقاطعة، كيف يكون تجديد هذه الباقة؟ يا سلام، هذا سؤال يجعلنا نحول هذا الكلام من جانب نظري إلى جانب عملي. طبعا تجديد باقة النعم يحتاج إلى أمرين: هناك تجديد عام وهناك تجديد خاص. إيش الفرق بين التجديد العام؟ الشكر العام هو أنك تشكر الله عز وجل على جميع النعم التي لا تحصى ولا تعد. يعني مثل أنك كما ورد في دعاء أذكار الصباح والمساء تقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. هنا اعترفت اعترافا تاما لنعم الله عز وجل بشكل عام. مثال النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد عن أنس بن مالك أنه قال: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل اللقمة ويشرب الشربة فيحمد الله عز وجل عليها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا انتهى من ممارسة نعمة، وهي إيش؟ الطعام والشراب التي حرمها كثير من الناس. فبعد أن انتهى من ممارسة هذه النعمة قدم شكر الله عز وجل.
تمام. الآن السؤال: ما هي الطرق والوسائل لتجديد باقة النعم؟ تشكر نعم الله عز وجل بثلاث وسائل لا يمكن أن نستغني بأحد عن الآخر. الأولى الشكر بالقلب. كيف يكون الشكر بالقلب؟ الشكر بالقلب أن تستشعر نعم الله عليك وتقر أن هذه النعم هي فضل من الله عليك. الله عز وجل يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، فتدرك أن هذه النعم من الله. وقال عز وجل: وما توفيقي إلا بالله. فتعيش الانكسار والحمد والشكر والاعتراف وتعيشه شعورا، فتقر بأن هذه النعم التي تعيشها وتحيطك من كل جانب هي من الله عز وجل. فالوسيلة الأولى حينما تستشعر النعمة في القلب تدفعك إلى الوسيلتين الثانيتين، وهي أن تذكر هذه النعم بلسانك. يعني على سبيل المثال يا عباس، مشكلة كثير من الناس أنه دائما يتشكى، يتضجر، يشكو كأنه يشكي أو يشكو الله للناس. يعني تخيل واحد مثلا على مستوى علاقة الأب أو الابن بالأب: أبي ما يعطيناش، أبي يحب فلان أكثر مني، أبي. هذا الأب نفسه يستاء من هذا التصرف، فكيف إذا كان العبد يعيش هذا الشعور وهذه الألفاظ مع الرب؟ مثلا تجده فلان ما شاء الله عنده مال، إحنا مساكين ما عندنا شيء، فلان وعنده نعم لكن لم يستشعرها. فهنا نتأمل الله عز وجل حينما أنعم على نبيه صلى الله عليه وسلم ذكر بعض النعم في سورة الضحى. قال: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، ثم قال: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. يعني تحدث عن نعمة الله عز وجل التي تعيشها، إما بالشكر أن تقول الحمد لله، اللهم لك الحمد، نحن أفضل من غيرنا، تذكر الآخرين بالنعم التي أنعمت عليهم وعليك. قال بعض السلف: من كتم النعمة فقد كفرها، ومن ذكرها فقد شكرها. وهناك تعليق لطيف لابن القيم في مدارج السالكين وهو يتحدث عن هذه النقطة. قال: إن الله إذا أنعم على عبد بنعمة أحب أن يرى آثارها عليه، آثار هذه النعمة، آثار ذلك الرزق الذي أعطيت إياه، آثار تلك العطايا التي منحت لك من قبل الله عز وجل. ثم بعد أن تشكر النعمة بالقلب وباللسان، هناك دليل لحقيقة شكر هذه النعمة، وهو ماذا؟ العمل بالجوارح والأركان. لذلك قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا، فكان علامة للشكر، فكان العمل علامة لماذا؟ للشكر. النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، عائشة تقول وهي ترأف بحال النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أوليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ فقال: أولا أكون عبدا شكورا. هو لا يعبد الله عز وجل يعني مثل نحن بحاجة إلى العبادة الكثيرة لأجل أن تغفر ذنوبنا، لكن هو معصوم. لكن النعم التي أغدقها الله عز وجل على نبيه الكريم دعته إلى هذا القيام، قيام الليل الطويل الذي تفطرت قدمه من شدة القيام ومن كثرة القيام، من أجل أن يشكر نعمة الله عز وجل. فهذه هي الثلاث الوسائل التي ممكن أن نجدد بها باقة إيش؟ باقة النعم. أما الآن نبدأ نصور حلقة الشكر، ولا يكفي؟ والله يكفي. نسأل الله أن يجعلني وإياك أخي عباس من الشاكرين الله الذاكرين الله كثيرا. فقط في الأخير النبي عليه الصلاة والسلام أوصى معاذ بن جبل، قال: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعنا في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لن توفق للشكر إلا إذا وفقك الله، ولن توفق لأن تؤدي العبادات التي هي علامة للشكر إلا بتوفيق الله عز وجل. فنقول: يا رب ألهمنا أن نشكرك، يا رب أعنا أن نعترف ونخضع لك بنعمك.